السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في قناة أناس. رجعت لكم بعد غياب طويل، فريمون كان طويل، ولكن يعني الله غالب. راه قلتها لكم في الفيديو اللي فات، يعني آخر فيديو كنت نزلته، يعني الله غالب مريضة شوية وما قدرتش ننزل حتى حاجة، مالغري كاين دي فيديو كنت مسجلتهم باش نمونطيهم ما مونطيتهمش. واليوم يعني جيتكم بهذا الفيديو. إن شاء الله يعجبكم وتكون يعني الاستفادة وفرجة ممتعة. المهم كما راكم تشوفوا خياتي، اليوم راح ندير معاكم المقروط يعني تاع ناس البليدة، يقولوا له مقروط البليدي ولا يقولوا له مقروط القلب اللوزي، يعني هو اونطخ المقروط والقلب اللوز، يعني مشهورة به ولاية البليدة يعني في الجزائر. المقادير تاعو بسيطة ويجي فريمون بنين هايل، يعني في واحد الذوق فريمون رائع. المهم انا هذه يعني المرة الثانية اللي نجربه، هذه ثاني مرة يعني جربته، يعني كوتيديانمون كنت ندير غير تاع المقلة، يعني هذاك اللي يتقلى، سينو تاع الكوشة العادي اللي نديروه. المهم باش ما تمشي لكمش الوصفة، كما راكم تشوفوا خياتي لهنا نحتاجو السميد الخشين ولا السميدة الغليظة. كما راكم تشوفوا هذه لا مارك اللي نستعملها انا هنايا. عندي 3 كيلات ممسوحين تاع السميد الخشين ولا السميدة الغليظة. المهم 3 عبروا بالعبر اللي حبيته، يعني نفس العبر ولا الكيلة اللي تعبروا بها هي تكملوا كامل المكونات. وعندنا كيلة تاع الفرينة ولا الفورس كما راكم تشوفوا، يعني كيلة ممسوحة فوالا بنفس الطريقة. المهم هاد الوصفة من الأحسن تستعملوا البيتخان، يعني أفضل تستعملوا البيتخان خير من اللي ديروها بيديكم، يعني باش تنجح لكم من المستحسن ديروا البيتخان. كما شفتوني لهنا درت ملعقة تاع سكر كريستاليزي عادي، وعندي علبة تاع الفلون ذوق الفاني. لهنا راني جبت لكم البول باش تشوفوا، وراح نستعمل الكامر باش نستعمل هذاك يعني اللي يعجن فوالا. المهم في المكونات الجافة لهنا تقريبا عندي واحد 7 غرامات تاع خميرة الحلوى فوالا، ونديرو رشيشة تاع الملح ضروري باش يعني ديرنا ليكيليبر تاع الذوق. لهنا درت الملح. نجوزو الليدام بنفس البول هذاك. لهنا عندي مارغارين ذايبه، خليت تقريبا نص اصبع كملته بالزيت كما راكم تشوفوا. في البلاد يديروا السمن، لهنا ما كاش السمن، الوغ انا ندير المارغارين هي اللي نخدم بها دائما المقروط. كما شفتوني يعني الكيلة ناقص اصبع كملته يعني بالزيت فوالا. المهم نخلوها هكا في البيتخان تقريبا واحد 15 دقيقة وهي على هذا الشكل، حتى وين تولي هكا كما راكم تشوفوا داك السكر يذوب، المكونات كامل ينسجموا، وهذاك السميد كامل يتغلف بليدام. ونجوزو يعني لا كان عندكم الوقت من الافضل تخلوه يريح هذاك السميد، مور اللي ديروا له ليدام تخلوه يرتاح. اذا ما كانش عندكم الوقت ولا ديروا كيما انا خليته غير شويه واحد الساعه ولا، ورجعت ليه باش نكملو. لهنا عندي 2 حبات تاع البيض، ودرت درت لاغوم تاع المزهر، ولا ديروا المزهر عادي وكملوا بالماء. المهم صافي درنا 3 عبار تاع السميد وعبر تاع الفارينه والعبر تاع ليدام مع عبر تاع يعني السائل اللي راه مخلط 2 بيضات مع الماء والمزهر فوالا. المهم تبقاو تزيدوا في هذاك الماء والمزهر والبيض يعني بشويه حتى وين تكملوا يعني الكيله ديالكم كامل. ما تجيكم شغل العجينه تولي مطلوقه بزاف ما تخافوهاش، باسكو تاع الكوشه هو لازم يكون دوك يعني في الاخر تشوفوا يعني القوام تاع العجينه كيفاش تخرج. بالنسبه للحشو انا استعملت اليوم الكاوكاو، نتوما تقدروا ديروا الجوز اللوز يعني اللي حبيتو. 3 عبار تاع انا درت عيني ميزاني تاع الكاوكاو يكون محمص تري بيان، ومع عبر يعني ماشي كامل تاع السكر، شويه تاع الزبده، ونلموه بالمزهر كما راكم تشوفوا يجي كيما المصفوف، يعني ماشي تجي عجينه كما راكم تشوفوا.
فوالا شوفوا لهنا القوام تاع السميد ديالنا كيفاش تجي فريمون طري، يعني بلا قياس، يبان لكم يعني مطلوق، ولكن هذا هو القوام ديالو. المهم نحكم اي سنيوه، انا سنيوه هذه 30 على 40 هي اللي نستعملها يعني في القلب اللوز وكامل، هي اللي حنديرها اليوم. نقسموا هذاك الخليط ديالنا على زوج، يعني باش ما تلفلكمش وتجيك ليبيسور تاع التحت هو تاع الفوق. انا قسمته اون دو، وكما شفتوني درتو في الجفنه غير باش ينشف شويه لو طون يبدا نخدم. كما راكم تشوفوا لهنا نسيو نيطاليوه كامل ونعاونوا روحنا بلا سباتول ونزيدو نحطو فوقو الحشو، وبنفس الطريقه نزيدو نديرو الكوش من الفوق تاع العجين اللي بقالنا. يعني الطريقه سهله وفريمون يعني يستاهل تجربوه، يعني يجي فريمون هايل هايل. فوالا كما راكم تشوفوا حاولوا ديروا كيما انا، يعني حكموا بالطرف بالطرف هكا وشغل حلوه في يديكم وديروا كوش، يعني نحاولوا نغطوا كلش، ومن بعد يعني الا كانوا في ثقوب ولا شي حاجه نسقموه. المهم باش ما يعني ما يتخلط لكمش هذاك لافاخس مع العجينه، باش تجيكم السواسوه، ماشي من بعد تبداو تنحوا وما تكفيكمش وكامل، باسكو نفس لي بيسور راه يجيكم سواسوه. وباش تيطاليوه يعني ضروري ديروا لا سباتول باش يجيكم نيفو واحد. فوالا من الفوق كيما راكم تشوفوا انا حكمت هذا بحال الطابع هذا اللي نديرو به حلوة الوردة ولا هكا اللي يقولوا قريواش، المهم تاع المقله تاع زمان يا رحمن عنده بزاف هذا المول، يعني تاع الناس تاع بكري يعرفوله. المهم نحكموه نديروه داخل الفارينه، كل مره نديروه في الفارينه ونديرو به كيما راكم تشوفوا، يعني باش يجونا هذيك الوردات. وسيو يعني يديروا لداخل مليح، يعني فريمون تضركوا على يديكم، باسكو فيها العجينه فيها الخميره اوتوماتيكمون باش ما يمشي لكمش هذاك رشم من الفوق كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. ونحاولوا نقطعوها، احنا محشو نقطعوا يعني كل ورده وحدها باسكو فريمون يجي كبير. انا هكاك وقطعته يعني بشكل عشوائي باسكو عيانه، يعني غير ليكيديتو نتوما تحبوا ديروا مقيرطات صغار ولا مربعات صغيورين. المهم انا قطعته غير هكاك وصاي، حاولت نعطيلو اشكال وسي بون، ولكن فريمون جا هايل. وترشقوه بحبه تاع يعني تاع اللوز ولا الجوز ولا يعني الكاوكاو، كيما انايا كي درتو بالكاوكاو درتلو رشقته بحبيبات تاع الكاوكاو من الفوق. بالنسبه للطياب ديالو قلت لكم بالنسبه للطياب ديالو الفور يكون يعني تشعلوه مقبل شويه يعني يسخن، ومن بعد ديروا على 180 درجه، يعني يطيب كيما البقلاوه ولا قلب اللوز، ولا خصو ياخذ الوقت 180 170 درجه. كيما انا ديالي يشعل الفور من الفوق ومن التحت ونخليه فريمون ياخذ وقته، تقريبا انا ناخذ ليه واحد 45 دقيقه كيما راكم تشوفوا الشكل ديالو. اون فوا يخرج وهو سخون عندي العسل تقريبا كيلو 250